سألت المس عليها فقالت لي ماشي هطلعك، بس احفظ قصيدة تكون باللغة العربية الفصحى. كويس. فحفظت قصيدة العصفور الأزرق. دخلت أول منافسة، طبعا نجحت فيها. خدت المركز الأول. والثانية والثالثة. اللي حافظة برضه في الجمهورية. يعني أنت مريت على 3 مسابقات جوه المحافظة. وكل مسابقة تاخد فيها مركز أول. كويس. وبعد كده اتنقلت بقى لمسابقة الجمهورية. أخدت فيها المركز حلو قوي. ممكن نسمع القصيدة ولا مش ممكن؟ يلا اتفضل. هي قصيدة بعنوان العصفور الأزرق للشاعر منصور عباس. طويل انت. عزيزي العصفور الأزرق، هل يمكن أن تمسي صديقا أبوح إليه بأسراري؟ هل يمكن أن تبقى رفيقا تجوب معي في أسفاري؟ عصفوري الأزرق علمني كيف توزعت الأرزاق. هل تغضب يوما عصفوري لو صدقك عصفورا آخر أو فاز عليك بسباق؟ هل يمكن عصفوري الأزرق أن أصبح إنسانا آخر، أن أنسى معاني الأخلاق، أن أهجر كل معاني الصدق، ألا أتكلم غير نفاق، أن أذرف دمعا للمقتول واحمل قاتله على الأعناق؟ عصفوري الأزرق أخبرني، هل يمكن أن أبقى بالظن، أن أبدو ملاكا وشيطان، أبدو صنديدا وجبان، أن أعمل صبحي قبطانا والليل أكون القرصان؟ عصفوري هل أبدو حزينا أم أبدو بائس غضبان؟ أنا أحلم أن أبقى طليقا أقرب من قفص السجان، فأنا مسجون في نفسي من دون جدار وقضبان، مسجون داخل أفكاري تقتلني هواجس شيطان. عصفوري الأزرق لو أنك تقرضني جناحك فأطير، أبحث عن أرض أعرفها، النور أجل معالمها، الصدق أحب معانيها، يسكنها الطير بلا إنسان، وحدائق أشبه بالبستان. أخوك الإنسان الله. جميل. طب قول لي بقى، فكرت تكتب شعر ولا لسه؟ لا فكرت، بس برضه يعني لسه شوية؟ كتبت حاجة صغيرة بس مش عايز أقولها. بس مش فاكرها. مش فاكرها ولا مش عايز أقولها. طيب قولي لي بقى يا أحمد، أنت بقى لما جيت تقولي الشعر تكتبي العامية ولا باللغة العربية؟ أنا لما جيت أقول الشعر قلت بالعامية. مطلوب منها في سنة رابعة. أنا عايز أنا لو أنت قلتيها بالعامية صح؟ طب العامية سهلة ولا صعبة؟ سهلة. واللي سمعوها انبسطوا بيها ولا قالت مش حلوة؟ لا انبسطوا. ايوه. بقوا مبسوطين فرحانين. ايوه كويس. لما تشوفي بابا بيكتب قصيدة أو بيقول شعر، في قصيدة مثلا معينة تقول بابا أنا عايز أقول دي؟ ايوه حصل؟ ايوه بقول أي قصيدة؟ الأول حفظت يا طيبة. والثاني واحدة حفظتها إلى أمي. إلى أمي. طيب أنت هتسمعينا إيه بقى؟ أنا هسمعكم يلا عاوزاني أستنشد بالشاعر منصور عبد المقيم. أنا بموت ومش عارف. جميل يعني جميل يعني ماشيين في الأطر زي ما بيقولوا كده يعني ما شاء الله عليهم. يلا يلا عاوزاني أسامحك عمري والله يوم ما سامحك، يلي سقيتيني ملامحك، كنت سيفك كنت رمحك، كنت شهدك كنت ملحك، كنت غنوة في انتصارك،
دبالة في حضنك، كنت ليكي كل حاجة وكنت أقول على نفسي ابنك. زي أبويا ما يوم رسملي فوق قماشة لقيتها بيضة، نقطة حمرا ونقطة سودا، يومها ببكي على القماشة قال لي شيلها جوه قلبك. قلت يابا ما بقالها عادة، قال لي احميها بدمك. القماشة من الليلة بقت علم وانت فارسها الهمام، اوعى ياض ياخدوها منك، اوعى ياض ده ابن الحرام القافلة بيحصوا دمك، اوعى عنها في يوم تنام، اوعى تنسى سن رمحك. اللئيم عايش معانا ما تفكروش من برا جاي، اللئيم صاحبي وصاحبك، اللئيم مني ومنك، اللئيم في كل قعدة هتلاقيه، اللئيم عاقل قوي اوعى تفتكروا سفيه، اللئيم عنا بيعرف كل حاجة واحنا ما بنعرف يا ولدي شيء عليه. حط أرضك جوه عينك، صنها زي ما صنت دينك. الوطن ياض لو نسينا احنا بندور عليه، الوطن لو يوم قسينا ننسى ما نقسى عليه. ضربتوه. هو بص واضح ان هم عارفين يتقلوا فين الحرف ويتقلوا الكلمة فين، ولو في النرف هنا بيزيد شوية، فهو واضح ان في توجيه. اكيد لازم يكون في توجيه. طبعا عبد الرحمن كان بيحفظ وكنت بقول له دي لازم تديني احساسي انا، لكن انا احلام ما ضربتهاش، هي اسمها عبد الرحمن فتاخد من عبد الرحمن فتاخد بطريقه غير مباشره، او ممكن كمان اقدر اقول خلاص ان احلام فيها الاحساس شويه اعلى شويه، لان هي يعني انا مش عايز عبد الرحمن يزعل، بس هي حقيقي هي سنه ثانيه ابتدائي بدات تعلى قوي. لان حضرتك لكن عبد الرحمن كنت ماشي معاه خطوه خطوه، لا لازم تديني احساسي اللي انا كتبته فيه، لكن تعلى هنا يا عبد الرحمن انت بدات معاه بالظبط، هي قعدت تبص فتتعلم. فهي ان شاء الله باذن الله ما تخش تاني جمهوريه تاخد اول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب حضرتك بدات الشعر وخدت زي ما بنقول كده، خدت التراك او خدت القطر الشعر وابتديت. هل في اللحظه ديت كان في محاولات مثلا ان الشعر ده يتغنى مثلا، ان يبقى في اوبريت مثلا، يعني في انشطه شاركت فيها كشاعر؟ ما حاولتش لكن لان الشعر بالنسبه لي كان هوايه مش احتراف، وما زال الى وقتنا هذا هو مش حاطه في دماغي ان هو احتراف. لا انا عايز اكتب شعر عشان استمتع ان انا بكتب شعر، مش عايز. ولكن لو وصلت ان هو في يوم من الايام في حاجه، هو ممكن يكون في عندي اوبريت مذكرات مصرية، مذكرات مصرية إن شاء الله. طلبوا مني موجه التربية والتعليم الخاص عبد الرحمن، قال لي هذا الأوبريت إن شاء الله السنة الجاية لازم أعمله في أحد المدارس، فإن شاء الله يعني طبعا أنا هديه المدرسة وهديه الموجه يعني. لكن أنا ما دورتش على إن حد يغني لي، ما دورتش على إن أكون يعني شغلي، فاهمني حضرتك؟ لا هو هواية مش احتراف. كويس، بس بيبقى في حب ان العمل بتاعي الناس تسمعه يعني برضو اكتر. هو الديوان بيبقى مقروء، بس في انت عارف حضرتك ان القارئين برضو فئة معينة. نعم. ففي عوامل جذب اخرى، زي مثلا ان يبقى في اوبريت مثلا تبع المزاج زي ما حضرتك قلت كده، او ان في يعني هو ده بيبقى هدف برضه ان نشر العمل. هدف والله، بس انا ما ساعدش بامانه يعني. ليه؟ يمكن انا علشان مش متفرغ قوي للموضوع. يعني انا الموضوع بالنسبه لي هو اشباع رغبه محترمه ان الانسان يكون يحمل ثقافه الشاعر، ان يكون يحمل الشعر شعور، يعني انت فاهم حضرتك؟ انت قلت لي انك مجهز قصيده عن حواء، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه كتبت قصيدة عن حواء؟ هسمع ردك لكن بعد الفطور.